قال الساعة من 10 دقايق ربع ساعة خدت دُش بمَيّة باردة، باحاول آخُد كل يوم دُش بمَيّة باردة، والسبب في ده إن أنا لمّا باخُد دُش بمَيّة باردة في نواقل عصبية كتير بتفرز في جسمي واللي بتساعدني على التركيز وتحسين المود طول اليوم، كمان بيأثّر على الجهاز المناعي والجهاز الدوري، ولكن الهدف اللي بيخلّيني آخُد دُش بمَيّة ساقعة هو إن هو بيعزّز المود وإن هو بيخلّيني مركّز أكتر وجاهز إن أنا أبدأ يومي، فهاصلّي الفجر وأبدأ أقعد أذاكر ساعتين 3 وبعد كده أنزل على الجامعة إن شاء الله. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't. ذاكرت شوية ونزلت الجامعة، باخد دلوقتي باطنة، والمشكلة في طريق البطنة ده إنه ممكن يتركب له وممكن يتمشي له، بس لو اتمشى له يبقى مشي زيادة عن اللزوم، ولو اتركب له بتحس إنك ركبت حتة صغيرة. فالأيام اللي ببقى فايق بحاول أتمشى وأسمع حاجة يعني مفيدة. اليومين دول كنت بسمع كتاب رقائق القرآن لدكتور إبراهيم السكران، وهو مفيد يعني، فأنصح أي حد إن هو يسمعه. Well, لسه مخلص السكشن. في العادي بننزل من 8 8:30 ونروح. عندهم حاجة غريبة هنا إن في أوضة معينة أنت بتحط فيها الجاكيت بتاعك يعني، فبتحط الجاكيت بعدين بتغير وبعد كده بنطلع. وأنا حاليا باخد بطنة، فبيبقى السكشن عبارة عن إن إحنا بنقعد نناقش نظري ساعة أو ساعتين كده، بنطلع نشوف مرضى لو في حاجة يعني مثيرة للاهتمام، هنسمع حاجة في القلب، هنشوف عرض مشنوشة كده. والسنة دي حاجة جديدة بقى عشان احنا كبرنا وبقى دكاترة، فبقوا يكتب كل واحد مريض كأن انا الدكتور بتاعه يعني، بتابعه كل يوم. وهم طبعا بيبقوا عارفين التشخيص وما بيعتمدوش عليها في اي حاجة، ولكن هو تدريب ليا ان انا محدش بيديني معلومات توصل لي، هما بيديني المعلومات اللي المريض اداها لهم. بحاول انا بقى اشخص واتابع معاه كل يوم واوصف علاج كنوع من التدريب يعني. فانا المريض بتاعي الحمد لله خرج بقاله بتاع 3 4 ايام بس، فكانت تجربة لطيفة يعني. السكشن بيخلص الساعة 1، اللي عايز يقعد بعد كده ممكن يروح. لحظة بس عدت الطريق. حاجة لطيفة هنا في إن أنت لما بتعدي الطريق، أول ما بتعدي العربيات لازم تقف في حاجات معينة يعني، مرات المشاة. أنا عارف إن هي دي في مصر بس يعني هنا بيحترموها قوي يعني. فكنت ببقى معدي أول ما جيت، إزاي العربية تقف ليه؟ مستني العربية تعدي. ومع الوقت بقى لو هو جاي بسرعة 100 أنا بعدي، كده كده هيقف. بس فكان يوم لطيف يعني. لما نروح بقى نكمل، ما اعرفش هنعمل ايه، بس في حاجات كتير يعني تعمل النهارده. انا روحت ريحت شويه، صليت الظهر وبعدين نزلت اذاكر في المكتبه. ليه المكتبه؟ عشان لو قعدت في البيت كنت هنام على نفسي، انا مش هنام كويس، والمكتبه وتغيير المكان بيبقى واقع شويه. فانا هقعد اذاكر شويه وبعدين هطلع عندي تدريب في طريقه جديده للمذاكره ابتديت اطبقها السنه دي، وبقيت جديده وحبيت اشاركها معاك. على طول وانا بذاكر باخد الملاحظات بتاعه الكشف، وطبعا الملاحظات دي ما بتبقاش مفيده لحاجتين: ان انا خطي وحش، وان هي ما بتبقاش منسقه كفايه ان انا اقدر ارجع لها وانا مش مذاكر الموضوع كويس، بقدر ارجع لها وانا الموضوع لسه فاهم. طريقه جديده السنه دي هو اني بذاكر وباخد ملاحظاتي في الكشكول، ولكن بجمع الملاحظات اللي انا خدتها وبحاول اقضي عليها وقت اكبر من ان انا انسقها واحطها في ملف إكسل. يعني مثلا السنه دي عندي الجهاز الهضمي في البطن، الجهاز الهضمي فيه امراض كتير، فباخد مثلا مرض زي قرحة المعدة، تعريفه وأسبابه وإيه طريقة علاجه وإزاي بيتشخص، وأحطهم منظمين في نوشن عشان لما أجي أذاكر من الامتحان ما أضطرش إن أنا أرجع أذاكر من الأول، ولكن أذاكر من الملاحظات اللي أنا واثق فيها وهتبقى هتساعدني في الامتحان. كمان بعد كده لما أحتاج أعمل ريفرنس بقرحة المعدة دي أي مادة تانية هرجع لها بسهولة، لأن أنا عندي ملاحظات منسقة وأنا واثق فيها. المكتبة إن شاء الله اللي ذاكرته ده يكون كافي إن أنا أعدي الامتحان. أنا عندي الميد ترم ده، وفي الفاينل هركز قوي وهجيب درجة كويسة. حاجة هنا معرفش لطيفة ولا مش لطيفة، انك ما ينفعش تخش الفاينل غير وانت معدي كل الميد ترمات، ما ينفعش تخش اي ميد ترم غير وانت معدي كل سيكشن. يعني لو انت غايب في سيكشن مالكش حق انك تخش الميد ترم غير لما تشيله، ولو انت ساقط في ميد ترم مالكش حق انك تخش الفاينل غير لما تشيله. فكل الدرجات بتبقى متجمعة في الفاينل، يعني الميد ترمات ما بتأثرش على درجتك، ولكن هي بتأثر في دخولك اصلا الامتحان ولا لا. على اي حال دلوقتي هروح العب نص ساعة جيم كده ولا حاجة، وبعد كده عندنا ماتش شبه ودي كده في التدريب. في حاجه في الجيم على طول بدفع الاشتراك في الجيم وما بكملش، لان انا عندي مشكله مع فكره ايه: ايوه هكسب امتى او هكسب ازاي؟ تقول لي صحتك وعافيتك وشكل جسمك هيبقى حلو وبتاع الحاجات دي، بس الواحد بيبقى عايز حاجات لحظيه يعني. فهي دي مشكله طبعا، ان الواحد بيبقى مستني
الجائزة اللحظية، ولكن الواحد بيحاول يشتغل ان هو يأخر الاستعادة، يعني ده بيأثر في الديسيبلين والويل باور. ده شاب كده معانا مثلا. بس خير، خلصت تمرين وروحت فطرت ونزل عشان اصلي التراويح من زي مسجد صغير كده عندنا في السكن. وانا ماشي جات لي فكرة كده، او فكرة بتعدي عليا خلال رمضان لحد ما سمعت فيديو كده من 3-4 رمضانات فاتوا، مش فاكر اللي بينصار يعني. كان بيتكلم على فكرة النية بشكل عام، يعني مش بيتكلم على رمضان، كان بيتكلم على فكرة ان انت تحاول تكتسب حسنات من الحاجات اللي انت فاكر ان هي ما بتديكش حسنات. يعني مثلا انت بتذاكر او بتشتغل او بتلعب رياضة او كده، العمل عبادة، بس العمل عبادة امتى؟ مش اي عمل عبادة، العمل الحلال طبعا، ولكن كمان في شرط مهم، انك بتنوي لله سبحانه وتعالى ان انت بتعمل عشان تغني نفسك عن الحرام. بتذاكر عشان بحاول انوي على قدر ان انا بذاكر ابقى دكتور مسلم بحاول انفع الناس في سبيل الله. بلعب رياضة عشان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ففكرة ان رمضان ضيق وما عنديش وقت اذاكر او اعمل عبادة، هعمل حاجة منهم بس. حاول ان انت تخلي كل دقيقة في يومك عبادة بتجازى عليها. وانت رايح الجامعة، انا رايح عشان انا نازل في سبيل الله، نازل اتعلم في سبيل الله. واذكر الله وانت ماشي، وانت راجع انا هذاكر شوية او انا هنام. انا بنام عشان اتقوى على طاعة الله بالليل لما اجي اصلي تراويح. صليت تراويح ورجعت اتسحرت بدري شوية ونمت، أنا بتقوى عشان أصحى أصلي الفجر مثلا، حاضر لو أصحى أصلي قبل الشروق. فالفكرة في النية إن أنت ممكن تاخد حسنات كتير أوي من غير ما تحس، بس في إن أنت تظبط موضوع النية ده. بس أنت نصلي التراويح بقى وبعدين تكمل. غيرت نازل تسوق. اكتشفت دلوقتي إن أنا نسيت الإزازة اللي بملاها. هنا ما بيشربوش مواد حنفية عشان مش نضيف، بس طعمها وحش يعني. جربتها الصراحة. ما بيشربوش خالص المياه الحنفية، فبتحتاج تروح تملى من أماكن يعني. فالواحد بيعبي له مثلا إزازتين 3-5 لتر ويقعدوا معاها مثلا أسبوع ولا حاجة. حاجة تانية سخيفة بقى إن هما السوبر ماركت، أي سوبر ماركت في أي حتة بيقفل الساعة 11. أغلبهم بيقفل الساعة 10 كمان. أنت لو جيت بقى بالليل ولا حاجة مفيش إنك تروح تجيب سناكس ولا حاجة في السوبر ماركت. معرفش ليه بعد الموضوع ده، بس الناس بتهم بدري ما بيناموش بدري، يعني بيطلع بيبقى في حتة تانية فاتحة. بس الموضوع ده صار في رمضان بقى، إن مثلا المغرب بيأذن على الساعة 7:07 دلوقتي، طبعا بتخلص 10:30، فأنت لازم تجري لو هتجيب حاجة أو تجيبها من الفطار. وحتى السوبر ماركت جبت زبادي وعيش عصير. بس الاندومي والعيش، الاندومي والعيش ده وحشين قوي، ما يتاكلوش خالص. يعني العيش مش اي حاجه مشابهه للعيش بتاعنا، في التوست وانا ما باكلش توست. والاندومي يتغير ولا اندومي فراخ ولا اندومي خضار. هو في حاجات بتبقى مكتوب عليها فراخ وحاجات مكتوب عليها خضار، بس معرفش طعمها مش راكب. بقى 4 سنين ما حبيتش ولا اندومي، جربت بتاع 90 نوع. بس في حاجه لطيفه في السوبر ماركت هنا، اكيد موجوده دلوقتي في مصر بس انا ما شفتهاش غير لما جيت هنا يعني. موضوع السيلف تشيك اوت ده، يعني الدنيا زحمه مش زحمه، انت بتخش ومعاك الكريدت كارد، تخش تسكان الحاجات يعني، وبعد كده تدفع بالكارد، فبتبقى لطيفه. ولكن بتبقى وحشه في ان انت بتبقاش حاسس بقى وانت بتدفع بالكريدت كارد كمية فلوس ما بتخلصش. تفضل تدفع بتحسش بالفلوس وهي طالعه منك. بعد كده تيجي تلاقي نفسك كده، انا باقي معايا 200 روبل لاخر الشهر. 200 روبل دول يعني كانوا 50 جنيه، دلوقتي بقوا 100 جنيه. ايا كان، لطيفة الحياة الحمد لله. لقيت سوبر ماركت عندي الدنيا عاوز اطبقها، وبمناسبة الهدوم اللي عاوز اطبقها، فالعيشة لوحدك بتعلمك حاجات كتير، بتعلمك المسؤولية، بتعلمك تاخد بالك من اكلك، تعمل ايه النهارده تعمل ايه بكره، بتعلمك تغير الملايات واول ملايات بتتغير، بتعلمك انك ما تغسلش الشعرية لان الشعرية لما بتتغسل ما بتبقاش حلوة في الرز. بتعلمك انك تقدر الستات اللي في حياتك. فربنا يخلي لهم يا اخواتي، وان شاء الله لما هرجع هفضل زي ما انا الصراحة، واخليكم تعملوا كل الحاجات لان انتم
الناس طيبين ومش هيهون عليكم ان انا افضل جعان يعني. بس ده كان يوم من ايامي في روسيا. حاولت ان انا ما يبقاش كله بتكلم فيه عن نفسي، حاولت اني اظهر ايه اللي بيحصل لو حد مهتم يعني ان هو يجي روسيا، يشوف الدنيا ماشيه ازاي، اذا كانت هتوافقه ولا لا. وكمان حتى لو حد مش مهتم في موضوع روسيا ولكن استفاد من معلومه انا قلتها، فده هيكون شيء عظيم يعني وهكون فرحان بيه. إيه الحاجات اللي عملتها النهارده هو يوم مثالي، وانا مرتب له عشان اصوره عشان يطلع في اليوتيوب. بس انا البنطلون ده طالع في الدكاتره أوي. يوم مثالي، يوم مصوره عشان يطلع في اليوتيوب عشان اقول انا جامد وبعمل حاجات. ولكن الحاجات دي نادرا ما مش نادرا ولكن قليل ما بتتجمع في يوم واحد، ان انا اروح الجيم وان انا اذاكر في المكتبه بتاعه الجامعه وان انا العب كوره وان انا اذاكر الصبح واحضر الجامعه. في حاجات اساسيه طبعا، انا بحضر الجامعه، بروح التدريب الكوره اكتر بكتير من ما بروح الجيم. المذاكره في البيت كتيره طبعا، المذاكره في المكتبه قليله ولكن عاوز ازود منها. فيعني لو حد شاف الفيديو ده ولقى ان الحاجات كتيرة، هي مش كتيرة ولكن لو حد شافها كتيرة، ده يوم انا مصممه عشان يطلع على اليوتيوب يعني. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة. اعملوا سبسكرايب بقى يا جدعان، وانتشروا حاجة جاية. سلام عليكم.